شايفين الجمال والحلاوة؟ الله أكبر عليه. فطاير زي العسل، منفوخة وهشة وقلبها مليان مش فاضي. حاجة في منتهى الجمال، كل اللي شافها فكرها انها كيكة، وطعمها بقى وريحتها تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا بيضتين، هحط بيضة وبيض بيضة، والصفار هسيبه للوش. تمام، هحط بيضة وبيض بيض، والصفار هحطه ايه على الوش، ندهمه وش ايه الفطاير. هحط نص كوباية زيت، واحط كوباية كبيرة من لبن رايب او زبادي اللي موجود عندك، كوباية كبيرة من بتاع العصير، وده نص كيلو لبن مدفياه على البوتاجاز، حاجة بسيطة كده. هحط نصه وهسيب النص تاني بيه ألمه العجين. 3 معالق سكر كبار، هحط ايه معلقتين كبار من الخميرة، واعد لكم تاني المقادير واحنا بنعجن. معلقتين كبار خميرة، هو اللي كيس معلقة اكتر من معلقة كبيرة، يعني بمقدار يعني معلقتين كبار. واحط معلقة كبيرة من الخل، واحدة واحدة كده في الخطوات، ومفيش اي حاجة صعبة، وبإذن الله المقادير تكون موجودة عندك في البيت. نقلب بقى كل المكونات كده مع بعض، وهقول لكم تاني انا حطيت ايه. حطيت بيضة وبيض بيضة، وكوباية كبيرة من الزبادي او لبن رايب، وحطيت كوباية كبيرة من اللبن الحليب، لبن يكون دافي، ومعلقتين كبار خميرة، ومعلقة كبيرة خل. نقلبهم بقى مع بعض كويس كده قبل ما ننزل بقية المكونات. ده بقى كيلو وربع من الدقيق، يعني المكونات اللي عملتها ديت حطيت عليها كيلو وربع من الدقيق. طبعا انا نخلاه قبل ايه ما اشتغل بيه. حطيت نص معلقة كده حلوة من البيكنج باودر، احط رشة صغيرة كده من الملح، نص معلقة صغيرة، واقلبهم تقليب عادي كده قبل ما انزل عليهم. منزل عليه بالخليط اللي هو الايه اللي عملناه. لو انت عايزه تحطي كوبايه زبادي وتحطي كوبايه لبن وتكملي العجين بميه، عادي مفيش فيها حاجه، اللي موجود عندك. الكيلو وربع دقيق، يعني حطيت عليه نص كيلو لبن، لبن حليبي يعني، غير كوبايه اللبن الزبادي. اللبن اللي هو لبن رايب او لبن او كوبايه زبادي الموجوده عندك. الكيلو وربع دقيق خد نص كيلو لبن بالظبط، ما فاتش منه، اللي يجي ايه معلقه كبيره او معلقتين. بيبقى برضو على حسب نوع الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه. في دقيق بيحب السوائل ودقيق لا. الدقيق اللي انا مستخدمها ده دقيق الاهرامات. دقيق الاهرامات ده حلو قوي في المعجنات، بس في اي حاجه بعملها مخبوزات او كده بعمل بيه. هنزل باللبن شويه بشويه كده، ونلم بقى ايه الدقيق. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفيني ومش مشتركه في القناه تنوريني باشتراكك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار لاي فيديو بنزله، وتعملي لايك للفيديو وتشجعيني كده ان انا اعمل لكم فيديوهات. ويعني القناة بتاعتي يعني الحمد لله بكل ايه بساطة، وكل يعني مقادير حاجات بسيطة خالص، وكل مكونات واي معلومة عمري ما ببخل عليكم بيها. تعجني وما تخافيش من العجين، ريحة المخبوزات في البيت بتبقى حلوة قوي. تعملها بقى لاحفادك، لاولادك، تعملها لاخواتك، ليك انت وجوزك. لو ما فيش اولاد ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. وتفرحيهم بيها، حاجة حلوة قوي. واللي ياكل منها واحدة كده مشبعة قوي، يعني حلوة بطريقة جميلة، وهتجربيها وتقولي رأيك وتدعيلي. عجنتها بقى كده مش أقل من 10 دقايق، لحد ايه ما لمت معايا زي ما انتوا شايفين كده، والعجينة من ملمسها طري وناعم. هلمها بقى كده حلو. عجنتها أكتر من 10 دقايق، كل ما تعجنها حلو مديكي النتيجة أفضل. لميت كل العجين اللي في الطبق، نقطة زيت صغيرة بس كده،
وبعدين بقى ايه احطها في قلب الطبق واغطيها، والزيت اقلبه من تحت ومن فوق كده عليها. واي كيس نضيف عندك تغطيها وتحط عليها الايه فوطه في مكان دافي بقى، وتسيبها ايه نص ساعه بس ترتاح، مش هسيبها تخمر. بعد نص ساعه ارتاحت، حجمها نضاعف حاجه بسيطه بس عشان احنا مسيبناش ايه تخمر ايه كفايه. بتقطعيها بقى التقطيع اللي انت عاوزاها، كيلو ربع دقيق قطع لي حوالي 17 قرص. في الصينيه الالومنيا حلوه قوي في تسويه المعجنات، مدهنتهاش اي حاجه، زي ما هي كده غسلها وايه ومنشفاها، مفيش فيها ميه ولا فيها اي حاجه، ونضيفه وما دهنتهاش زيت ولا اي حاجه، زي ما هي كده. العجينه ملمسها ناعم وحلوه قوي. كوريها على ايدك، مفيش فيها اي حاجه صعوبه، مفيش فيها صعوبه خالص. وتسيبي فاصل ايه بين كل واحده والتانية. اهم حاجه بقى وخطوه مهمه قوي عشان تشوفيها هيبقى قلبها عامل زي الكيكه زي ما شفتها في اول فيديو كده، ان انت تسيبيها تخمر وقت كبير. وقت كبير يعني قد ايه؟ انا سبتها حوالي ساعتين وربع. ايوه ساعتين وربع. وديت النتيجة، يعني كنت عايزة اسيبها مثلا ساعة ونص وايه وهسويها. لما سبتها ساعتين وربع اديت النتيجة احسن من اللي انا كنت متخيلها، والله العظيم نتيجة احسن من اللي انا كنت متوقعاه. قلبها عامل زي الكيكة بالظبط، وطعمها بقى ومشبعة حاجة كده بإذن الله. وعملتيها انت هتحكمي بنفسك على طعمها وشكلها حلو قوي. خلصت كل الكمية اللي معايا كده، قطعته 17 واحدة، 17 كورة. وغطيها بقى ونسيها. وراكي بقى مشوار مثلا تروحيه، وراكي شغلانة تعمليها، سيبها وقت كبير انها تخمر. كل ما تسيبها وقت كبير كل ما تديك النتيجة احسن، وما تخافيش منها، احنا في جو في الشتاء. ما تخافيش يعني على المعجنات خالص. شايفين بقى شكلها بعد ما خمرت ساعتين وربع، ساعتين كاملين. شايفين عاملين ازاي؟ عاملة ازاي؟ مش محتاجة كلام. فطاير وحاجة كده عظمة. صفار البيضة بقى اللي احنا كنا راكنينه، احط عليه وفاضل ايه من نص كيلو لبن، معلقتين كبار كده، اخد منهم معلقة واحدة احطهم ايه على صفار البيضة، واحط عليها معلقة خل. مش عايزة تدهنيها براحتك، هو السكر اللي انا حاطينه هيحمر وشها يخليها حلو. عايزة تدهني وشها براحتك، احط زي ما انا عملت كده ودهني وشها. مش عايزة برضو زي اللي رايحك يعني واللي موجودة عندك. اقلب بقى الصفار البيضة مع معلقة اللبن ومعلقة الخل، بيدي لون حلو قوي للمعجنات. وتولعي بقى الفرن بتاعك كده يكون ساخن قبل ما تدخلي الصينية. انا ولعته من تحت بس ما ولعتش الشواية خالص، بس ما يكونش على درجة حرارة تكون عالية، لا يكون زي الكيكة كده على درجة مثلا حرارة 180، وعلى حسب نوع الفرن بتاعك. هتستوي من تحت، يعني بتاعت على ما استوت من تحت كان الوش بتاعها استوى معاه، ما ولعتش الشواية خالص. شوية بقى سمسم برضو على الوش كده التزيين. لو ما عندكيش ما تحطيش خالص براحتك، ما فيش فيها حاجة لازم اعمل ده او لازم اجيب ده او لازم احط ده، لا الموجود عندك مشي نفسك بيه. يا ريت بقى ما تنسيش في اللايك وتكتبي تعليق كده حلو منك. شايفين المنفوخة عاملة ازاي؟ سيبها بس تخمر وايه وتاخد حقها. بعد ما تطلعها من الفرن حطيت على الفوطة يجي 10 دقايق. شايفين شكلها من تحت؟ التسوية بتاعتها ما شاء الله عليها. كل اللي شافها والله العظيم قال عليها انها كيكة، مش قرص، مش فطاير ديت والقرص. طعمها وحلوة ومشبعة جدا، جنب كوباية شاي الصبح بقطعة واحدة مشبعة، وحاجة كده في منتهى الجمال. شايفين التسوية بتاعتها؟